إذ يلجأ المذنب الله يا دار الأحباب يا دار هالنوين هالنوين منوين اخونا وين ابونا يا دار يا رجعنا يا نسأل دارهم منذ غابوا سولفوا يا الدار شلون زينب سلام الله عليها بويا يا علي يا بويا جئنا يا نسأل دارهم يوم منذ غابوا يا رأينا الأهل والأحضر صار بيك يا دار والله انتو فاقدين رام غير بس زينب فقدت أعز إنسان قلها يا دار أين الأهل والأحباب يا دار ماذا جرى وخلت ربوعك منهم والله خلت الديار من الأحبة والقبر وخلت الأحزان أريد أسولف ويا الدار أقلها ما أريد الدهر خلى بدليل سهم يا أبوي الله يا دار الصار بينا يا دار ويا مريد واخذ من ابوي وبعيد يا ابوي ويا مريد يا ابوي خلاف عينك عمر يا ابوي والله ما اريد خلافك وش يفيد العمر لي اريد اقرا قصيده فراقيات للأعزاز للمضن عليه سنة وسنتين ما أقول أول سنة ولا ثاني سنة أواسي الأولاد أقل مش أول سنة ما أشوفك وياي مش أول سنة ما أشوفك وياي ينعفت الدمع يجري بالخدود يا أبويا أشتبه مرات أدور وانشد عليه أحاج الدار وانشدها على الزين على أبوي أخوي أحاج الدار وانشدها على الزين تقل ليس بعد للدار ما يعود يا أبوي أرد محتار أقلها طال الأفراح
بس عندي عتاب كونوا يا النشام يخلي حدود. انت اسبب فقدة العباس مطروح الاخ كسر ظهر هيئات ما يعود يا ابويا. جاهد شلبت بذيال عباس تشفع لك بحق الذنب الزنود. الخلص عمره ستر وبخدمة حسين الحسني شغل ذاك صاحب الجود. بعد شي يقول لابويا والعاي 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 مجابل صورتك يا بوي. بويا مجابل صورتك يا بوي ونعاي عليك واحس ظهر العاء. بويا ونعاي رسيسي هو البطران ونعاي وحجب حتى الخيال وعم علي يا ابوي. انا علي دار الك سنتين يا ابوي عامل الك يا ابوي علي دار الحزين والدمع بعيوني يا ابوي. بوي علي دار من اجمل قلبي يقل لي علي دار من اخوك الدار لا تجمل علي. الميت عنده اولاد كل احنا عندنا ابناء وزينب تقول له حسين قلبك ما اشتاق لابنك. قل له ابويا لابنك احلفك بالرضع تذاك خويا يا ابن امي. خويا لابنك لحاجين ايش كثر مشتاق لابنك عمت عيني بدي شلون. خويا لابنك قبر جابا بنيت احذاك لي يا ابوي. بويا يكفون ولي وقدنا القبل وقت الشوق. ذكرت بايام الحلوه الزينين اللي يصورون العتب شذكر منهم جاسم سالم أهلنا الطيبين أمثاله. ويا يكفون وقدنا يا القبل وقت الشهر يكفون ويوم الما خلاو يمرجن وسام. يكفون علي شتار سين البيت يكفون غفر ما قالوا والقلهم سوية الحاشي. اقل ابويا دارت سنتين لك يا بويا سنتين لك يا الامو دارت بغيابك والشمال
رأيت لا ترد جنك عليه. هو يروح للنجم والله خلنا نسولف يا قاع النجم تقلها ابويا يا قاع الغرير يا قاع النجف وياك عند عتاب على هونك خينا الدافنين الشر. القبر لا ينهدم ويلوح خد تراب نمرون شوف اخونا القبر لو بيباب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. رحم الله المتقين. رحم الله شيعة أمير المؤمنين. رحم الله روح من اجتمعنا لأجله. رحم الله أمواتي أمواتكم أجمعين بالصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. شايف واحد من يركض يدخل على الجماعة وراء عدو يدك الضي كتلة ودخل شيء لهم قفوا بس اسألوه ايش سوى هو؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقفوه. راح يدخلون الجنة نعم، رايحين رحمة الله نعم، لكن هاي الرحمة وراها سؤال. الله سبحانه وتعالى انطانا عقول ومسؤولين على قد عقولنا شئنا أم أبينا. الموت ما يعرف غني ولا يعرف فقير. اتراب أصلك للأصل لازم تعيد. القبر ضيج والظلام بكل مكان. شلون حالك منتظر نايم وحيد تصيح وين أمي؟ يمه تعالي، أخوتي تعالوا لي. وين أمه وأخوته وين أبوي؟ لا تتركون بقبر عنكم وحيد. تنفع هاي الصرخة؟ يقول بالشعر لا ما تنفعك صرختك، فات الأوان. ليش ما صليت؟ ليش ما صمت؟ ليش تركض وراء أعراض الناس؟ انت المرة شبيك عايفة رجلك وتركضين؟ الزلمة انت شبيك متهي عرضك؟ ليش تكذب؟ ليش تزني؟ ليش تقتل؟ ليش تحكي زور؟ ايش كان عندنا ناس تحكي زور وهي ما شاء الله عندها خدم من الحسين والله كلاوات. والله يا ريت هذا ينشر هذا الكلام اللي راح احكي، لان اغلب الناس تنشر بس النعيم. والله كل انسان عاصي الله ما يصلي ولا يصوم يروح للحسين هذا كله كذب هراء. ليش؟ لأن الحسين نزيه من هذه الأمور. الحسين يريد ناس تصلي، يريد ناس تصوم، يريد ناس مهذبة. هسه أنا اتفق وياك تطين روحك على الحسين، تطبر راسك على الحسين، تمشي مشي على الحسين، تبكي على الحسين، تقرأ على نعم ثواب عظيم. دمعة واحدة منك هي ما شاء الله على الحسين، لكن هذا العمل مرتهن وين؟ إن قبلت. هذا حديث للنبي لو الستار عمي. شو تقولون انتم؟ اللي لو للنبي للنبي. النبي يقول إن قبلت الصلاة يعني الصلاة قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. خلي أكو رواية سمعتها ما قاريها بكتاب، سمعتها
بس إلها معنى. يقولون الكلب أجلكم الله يقول الحمد لله الذي خلقني كلبا ولم يخلقني خنزيرا، لأن الخنزير أقدر من الكلب، الاثنين نكسين، بس الخنزير أكثر قذارة من الكلب وأكثر نجاسة. الحمد لله الذي خلقني كلبا ولم يخلقني خنزيرا. والخنزير يقول الحمد لله الذي خلقني خنزيرا ولم يخلقني كافرا. عجيب. الكافر ايش يقول؟ الحمد لله الذي خلقني كافرا ولم يخلقني انسان مسلم وتارك للصلاه. يا ابوي ايش كثر عقوبتها الصلاه. صلاه انت تصلي وتروح للحسين نعمه، كل خطوه الك هلقت. الصلاه ايش بيها؟ الصلاه اكو روايات انتبهوها، يعني انتبهوا لها شويه، سجلوها بجيوبكم حطوها، هي تنحفظ سهله. يقولون من صلى باذان واقامه بيتي، ما رايح للجامع، بيتي يصلي وحدي، لكن انا توضيت للطهاره وانتظرت الصلاه الى اذن المؤذن، مو جامع بيتي، حطيت ربط وقلت اذنت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اذنت كملت الاذان والنوم اقمت الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. هذا كله مستحب. من صلى باذان واقامه صلى خلفه رهطين من الملائكه. صلى على محمد وآله. بس صارت جماعة، انت لوحدك بيتك بس صارت جماعة. ومن صلى ما صلى بأذان ما أذن، بعض الناس يستحي تضحك عليه مرته أولاده، هيك اكو هيك ترى شغلات، ما أذن بس أقر، حط التربة وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة. هذا كله مستحب. حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نوى وصلى إقامة بس إقامة صلى خلفه رهط من الملائكة. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآله. هاي الصلاة النبي يقول إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. والله العظيم وأنا على منبر الحسين أنا مبلغ. أنا المفهوم الماشي عند الناس المؤمنة يقرون بفلوس. والله أقرأ وأدروجها وأمشي. أهم شيء عندي توصل رسالة الله والنبي للناس. تسمعني ما تسمعني كيفك، هذا شيء يخصك. أول سؤال النبي قال له لما يصلي شنو شغله؟ مسلم محسوب على المسلمين محسوب على الشيعة مشاي للحسين يطبخ لحم يوزع دجاج موكبه ما شاء الله جهازه يعطر ويجيب جهاز ثاني وحريص على موكبه لكنه لا يصلي. اسمعنا فك بالك ويا يا رجال شباب. انا خويدم صغير للناس واحب كل الناس لكن عندي خصوصيه بيكم. لو ما عزاز عندي ما انفتح على الانفتاح هذا. الله شاهد ورسوله. اسمعوني النبي قال له هذا ما يصلي. قال لهم النبي اسمع انا ايش قلنا خدمته للحسين وما يصلي عاصي الله ما يرضى يطوف. قال لهم النبي اذا جاع فلا تطعموه طعاما. ايش كثر الجامل بهاي القضيه. وإذا عطش فلا تسقوه ماء تعطيه ماء. وإذا أراد أن يتزوج فلا تزوجوه. مو جامل والله ابن عمها صدق ما يصلي ويشرب خمر بس ابن عمها
تدري النبي شو يقول؟ من أعطى ابنته إلى شارب الخمر وقاطع الصلاة قطع الله رحمه يوم القيامة. وإذا أراد أن يتزوج فلا تزوجوه، وإذا مرض فلا تعاودوه، وإذا مات فلا تشيعوه، وفي مقابر المسلمين فلا تدفنوه. هذا اللي ما يصلي. وين خدمتك يا خدمة؟ كان تخلى سوالف عشائرية، كان تراضي الحسين وبغضب الله، كان الحسين عليه من مات في سبيل من؟ في سبيل والله تمشي لمشاي. سيد مجتبى الحسيني ممثل السيد الخامنائي في العراق يقول: ما قتل الحسين حتى نبكي، بل قتل الحسين حتى نصلي، حتى نأمر بالمعروف، حتى ننهى عن منكر، حتى نتآلف نتآخى نحترم واحد الثاني. مو والله أنا بس يغيب فلان حشيته، بس يطلع عرض فلان والله حلوة. هاي مو أخلاق أهل البيت، مو أخلاق أتباع أهل البيت عليهم السلام، لا والله. هاي أخلاق المقابل اللي قتل الحسين في كربلاء. بعد اللي ما يصلي شنو عقوبته؟ تارك الصلاة مصيبة. إن قبلت الصلاة قبل زيارتك للحسين، وإن ردت الصلاة ردت الزيارة. أمرك بالمعروف، الحاج، كل الأمور متوقفة على قبول الصلاة. أكو شاب يسألني يقول لي: شيخنا أنا أصلي بس بالمشاية واقطع الصلاة، وصلي برمضان واقطع الصلاة. تدري هاي جريمة أكبرها ايش كبرها عند الله؟ كأنما يستهزئ بالله جل وعلا. استهزاء يا جماعة، ما يصير. احنا ناس مأمورين بالصلاة. اكو شيخ يسمونه ابو نور الكربلائي ذكر هاي الحادثة، يقول: انت ايش تاخذ وياك؟ من تموت ايش تاخذ وياك؟ احسبها فقرة. اول ما تموت، هو ليش يهرب من الموت؟ الله شو يقول في القرآن؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. شباب لا تضوجون من حكي هذا، والله هو هذا الحق. ارضي الله وتعال الحسين، ارضي الله. عمي ما يصير انت غاضب الله وتجي للحسين. الحسين نزيه. انا اسال سؤال: الحسين يصلي لو ما يصلي؟ هم نقول نقدر ترك الصلاة. هو في عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الخوف. يقول: انت ايش تاخذ وياك؟ ليش تكره الموت؟ ديوانيتك حلوة، سيراميك، تدفئة، تبريد، مرتك، فلوسك، سيارتك، كلها راح تعوفها. أقرب الناس إليك مرتك، تطلع شو تسوي؟ خاله مات، تعالوا خذوا دفنوه. غير عزيزك، غير تحب تحترمينه، انت زوجته، اي ما يخالف، بس بعد مات خلاص تحول إلى جنازة. بعد احسبها فقرة. أنا أسألكم سؤال، هو الشيخ يقول: الكفن شنو قيمته تاخذه وياك؟ هاي ديوانية اليوم، ديوانية بيت حج راضي الله يرحمه ورحمته إن شاء الله. يصير يخلون الكفن بردة فتصير لو زحمة من الناس، شو يقولوا؟ اي ما تصير. إذا خليناها شو نقول؟ يجون الجماعة اللي جاوين يقول: شنو السالفة حاطين لهم كفن بردة؟ عم ما عندهم. أنزل قيمة الكفن، أنزل قيمة. يصير تلبس دشداشة كفن تفصله وتكوي وتطلع بيه بالشارع. ليش؟ زهيد، زحمة. هذا تاخذه وياك. شباب انتبهوني، هاي وحدة، هاي أول مرحلة الموت. أهلك تبروا يفيدونك؟ لا والله. أولادك، مرتك، قرايبك، عشيرتك، كلهم يقولون يعني بعد غسلتوا الجنازة، غسلتوا الجنازة، راح الاسم ستان، وينك؟ راح بعد. قرايتك راحت، عنوانك راح، ملابسك راحت،
المحبس الزين اللي ما تطيل عزيز قلبك ياخذونه. الجفن مالك شنو قيمته؟ الأولاد يقولون حدنا للقبر. الفلوس تقول لك اخذ الجفن مالي 5000 ما ادري 15000. وبعض الناس حتى فلوسه والله نقل واحد يقول من مات ما اشترينا جفن بفلوسه. ليش؟ يقول الحرام. واحد خير يقول اتبرع لك يا عمي، وكل ربا، كل ربا ربا ربا. الربا جهنم. قال عم لا تشتروا له من فلوس ابوي، هاي من فليسات. يطلع له فليسات من عنده 15000 ما ادري ايش كثر واشترى له جفن. شنو قيمه الفلوس بعد؟ سيارتك راحت، الكفن هاي قيمته. يغسلونك بيش بدل ما تغسل بالصابون الجيد، غسلوك بسدر. بدل ما تحط عطور جيدة يغسلونك يعطرونك بكافور. انت هاي نتيجتك لو لا؟ انا اسأل سؤال، اذا هاي نتيجتك ليش ما تصلي؟ حتى الله سبحانه وتعالى يعبرك هواي امور، خفف عنك ضغطات القبر، سكرات الموت. هذا ورانا لو باله ما يجينا. الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واحد سلم من الموت. ليش نخاف من الموت؟ غير حق. واحد يخاف من الحق عمي؟ لا والله أنا هسه واحد الناس بالدنيا ما أخاف من الحق. حق تريد الحق، هذا الحق. الباطل ما حد يهوى الناس. الموت حق لو باطل؟ حق بس نخاف من الموت. أنا واحد من الناس أرجف يا يبا يخاف قلبه يرجف. ليش؟ مصلي صائم أقرأ عن الحسين، لكن عندي ذنوب تخوفني. أكو ذنوب هي اللي تخلي الإنسان يخاف من الموت. يا رب لو بيده يركض. كسؤال حلو، ليش الإنسان أول ما يموت بالرجله؟ ليش؟ الحية منين تموت؟ من راسه. ليش الإنسان يموت بالرجل أول؟ انتبهوا يا ناس. يقول هذا جواب إقناعي طبعا مو علمي. يقولون الإنسان إذا مات من رجليه الله يبني به شوية شوية. إذا مات من إيديه واختنق يركض. شايفين بالكورونا صار بينا من يختل جبنانه مش يسوي يركض. هو المسكين عباله ما يطلع برا وركض جان هواء. ما يدري الله محيط به من كل جانب ومكان. بس عمي بس والله العظيم بس صلي وصوم. وهاي زيارتك لأهل البيت والله العظيم بهالرقبة هاي لا تخاف من الموت. رايح الرب كريم، رب كريم كتب على نفسه الرحمة. لماذا نخاف الموت يا أبا ذر؟ قال أبا ذر الغفاري لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. عمرنا الدنيا بدل الحلال التجارة اشتغلنا ربا. الله أكبر. ايش بينا؟ ربا، تجارة مخدرات. قمنا شكو شغلة حرام اشتغلنا بيها. عمرنا الدنيا خربنا الآخرة. ما انتبهنا الصلاة إن قبلت شلون تنقبل؟ احنا ما ندري، ما نقراها بصورة صحيحة. زين أنا أسأل سؤال، احنا هسه عندنا مر كسوف القمر، خسوف القمر. اليوم الساعة 5:13 صلينا كلنا، احنا اعتبرنا هذا الأمر واجب. تدرون هي واجبة لو لا؟ تدرون احنا مطلوبين قضاء لو لا؟ هسه احنا مطلوبين صلاة. المفروض نطلع من المجلس الما مصليها بوقتها يصليها قضاء. ليش؟ الواجب واجب صلاة واجبة هاي.
كيفية راح أشرحها وأختم مجلسي إن شاء الله، وأسأل الله بهاي الليلة إن شاء الله وهالمجلس هذا المبارك وهالجمعية الحلوة الشبابية والناس الطيبين المؤمنين، ونحكي بالقرآن وبما يرضي الله، نقول له يا رب بحق محمد وآل محمد اجعل ثواب هذا المجلس هدية إلى روح من اجتمعنا لأجل المرحوم راضي ولأمواتي وأمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. زين، كيفية هاي الصلاة واجب أخوان انتبهوا لي. توقف للقبلة، توقف على القبلة متوضي للطهارة، طبعا أتوضأ للطهارة قرب إلى الله. توقف للقبلة بقلبك أصلي، وإذا حكيتها باللسان هم ماكو مشكلة، أصلي صلاة الآيات قربة إلى الله. الله أكبر. واللي ما يحفظها من أخلص المجلس يسألني بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد تكملها ولا الضالين، وتبدي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان ربي العظيم وبحمده وما أدراك ما ليلة القدر سبحان ربي العظيم وبحمده ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. تهوي للسجود سجدتين وتقوم نفس العملية تسويها وتشاهد وتسلم. هاي الواجبة بالقابل أخوان، صلوها قضاء مو أداء. أكو كيفية ثانية، خاف واحد يقول أنسى الآيات. الكيفية الثانية شلون؟ شوي بيها تعب. تقرأ الحمد كاملة وقل هو الله أحد وتعظم تركع، يعني شيل راسك حمد قل هو الله أحد تركع شيل راسك حمد قل هو 5 مرات. هاي طويلة شوية. والركعة الثانية هم نفس العملية. واضحة هاي المسألة؟ مطلوبين صلاة أخوان. إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الإمام الحسين عليه السلام أكو رواية حلوة نختم بها إن شاء الله وأسألكم الدعاء. أكو امرأة اسمها عفيفة العقيلية. يقول الراوي هاي أخت مسلم ابن عقيل. أنا هاي الرواية ما قاريها بكتاب، سمعتها من أحد الخطباء، بس إلها صدى علامي، يعني متواتر الروايات عنها صحيحة يقولون. عموما يعني هي كوريس للقراية للمجلس. عفيفة العقيلية وين متزوجة؟ بالشام. أخت مسلم ابن عقيل، عندها ولد. هالولد هذا بالك وياي عمره صغير. اجى الأم يقولون قلبها ضعيف أمام ابنها. الأم حاليا عندنا أمهات الآن، أمهاتنا على رأسنا على رؤوسنا، الميتات الله يرحمهن والعدات الله يعطيهن الصحة والعافية. أمهاتنا حتى لو ابنها ملخبط أجلكم الله ما تنطبي، يبقى ابنها عزيز عليه. عفيفة العقيلية إجاها ابنها قالها أمه انطيني ملابس العيد. قالت له يمه اليوم مو عيد صفر. قالها أعرف لكن أشوف أهل الشام اليوم عيدين. ظاهر الشام مسوين عيد رسمي. شنو المناسبة؟ دخول رأس الحسين بالاسم الخارجي والناس تدق مثلنا الآن. يا بحرام
لا، كان العشيرة الفلانية سوتها، يا ربا كان فلانة كذا. عموما يعني أهل الشام معينين. قد الملابس، اجي يمشي شاف زين العابدين بباب الساعات، قال له مولانا من أي البلاد أنتم؟ قال له من المدينة. قال له أسألك عن بيت في المدينة. قال له إذا تريد جواب أنا ما عندي طاقة للجواب. هذيك عمتي زينب روح اسألها، أنا ما أقدر، صحتي تعبان. اجى الشاب الزين قالها أمة الله من أي الأسارة أنت؟ قالت له ليش؟ قالها أسأل. قالت له من مدينة رسول الله. يقول الراوي سجد الشاب شكرا لله، الاسم المدينة، شاب محترم ابن مرة مرباية. قالها أسألك عن بيت في المدينة. يقول زينب المصري. قالت له يا بيت. قال أسألك على بيت علي بن أبي طالب، عن زينب، عن الحسن، عن الحسين، عن خالي العباس، هذول خوال أجدادي. قالت أنت منهم؟ ابن من؟ قالها أنا ابن عفيف العقيلي. قالت له ايش قالت لك أمك؟ قالها أنا أمي تسولف واسمع من الناس، أنا أمي تسولف واسمع من الناس، خوال حيود بأم رفعت الراس، وعدهم فدخوا واسمع العباس، وزين الخالط ست المساوي. يقول زينب المصيبة، زينب تسمع، قل له سلام سلام لعند امك، سلام اخذ مني اخذ يا راس حسين والعباس مني. اذا تسال عن الحسين والعباس هذا عروسهم. والله سلام لعند امك، سلام اخذ مني راس حسين والعباس، ذني وانا زينب يحجون علي ابو يا سليد المصايب ما سلم. رجع الشاب يركض، سمع المصيبة، يقول تلالي تلالي ويرد للبيت ودموعه تلالي، وصاح بصوت يا يمه تعال، انا خبر اشترى المذبوح خالي، وهذه خالت سد النساء. اجت المرأة تركض دون وعي، قعدت يا زينب قل ايش جابك، ايش جابك يا زينب المجلس، يا زينب جابك خيوان قل لكن خذوا حجابك. زينب تتوجه لابوها العلي، أنا أدري بك إنه فاقد أبوك، بس مصيبتك ما تعلى على مصيبة الحسين وزينب. قل أبويا راح بين بخطارك يا الرايح، ولي راح بين
بناته تأسوا برقية. قل له ابوي